واحد من الأسباب المهملة لعدم نجاح أدوية علاج الصلع الوراثي وتساقط الشعر هو عدم التعامل الجيد مع مستويات السيبم أو الزهم في جسم الإنسان. في الفيديو ده هكلمك على إيه هو السيبم، إيه هو تركيبه، إيه هو وظيفته في جسم الإنسان، إيه هي الأسباب اللي بتؤدي لزيادته أو نقصانه، علاقة الزهم بتساقط الشعر وعلاقة الزهم بالصلع الوراثي، وإزاي تتعامل مع زيادة الزهم بطرق طبيعية وبالدايت واللايف ستايل موديفيكيشن وبالأدوية لو تطلب الأمر تحت استشارة الطبيب بتاعك. السيبم أو الزهم بيتم إفرازه من حاجة اسمها السبيشيس جلاند أو الغدد الدهنية، وهو عبارة عن ميكس من مجموعة من الدهون، الجليسرايدز، الأحماض الدهنية، سواء من الشمع، سواء من السكولين أو الكوليسترول أو استرات الكوليسترول. طبعا الغدد الدهنية دي موجودة في مختلف أنحاء الجسم ما عدا في الكفين وباطن القدم، ومعظم الغدد الدهنية بيكون الفتحة بتاعتها على الهير فوليكل أو بصيلة الشعر. طب إيه هو دور السيبم في جسم الإنسان؟ السيبم ليه وظائف كتيرة في جسم الإنسان ولازم يكون في بالانس في مختلف أنحاء الجسم. فالسيبم بيحافظ على الانتجريتي بتاعت الجلد بتاعك لأن هو بيمنع فقدان المية أو الووتر لوس، وبرضه بتحمي الجلد من العدوى سواء بالبكتيريا او الفطريات، وبرضه مسؤوله عن البادي اودر او ريحه جسم الانسان. فلو في اي مشكله في انتاج السيبم فده ممكن ياثر على ريحتك بالايجاب او بالسلب. وبرضه بكتيريا اسمها بكتيريا بروبرينو بكتيريوم اكنيز بتحتلها، وبيكون ليها دور في الجهاز المناعي. فعشان كده السيبم او توازن السيبم هي حاجه مهمه في جسم الانسان ولا غنى عنها. طب ايه هو المسؤول عن انتاج او التحكم في مستويات السيبم؟ طبعا العامل الاساسي المؤثر في مستويات السيبم في جسم الانسان هو الهرمونز وخاصه الاندروجينز. الاندروجين زي التستوستيرون والدي اتش تي وهرمون اسمه 5 اندروستين 370 دايول. وطبعا الهرمونات دي بتتصنع في الغدد الجنسيه سواء الخصيه او المبيض، وبرضه بيتم تصنيع الاندروجينز بنسبه ضئيله في الادرينال جلاندز او الغدد القذريه، وطبعا ده بيكون كله تحت تحكم المايسترو بتاعهم وهو البيتويتري جلاند اللي موجوده في البرين او الدماغ. طبعا الاندروجينز لازم تتحول الاول للصيغه النشطه بتاعتها، وده بيتم عن طريق انزيم اسمه انزيم ال5 الفا ريدكتيز اللي كل الناس هنا عارفاه، لان هو المسؤول عن تحويل التستوستيرون للدي اتش تي اللي هو ليه دور اساسي في انتاج السيبم، وبرضه ليه دور اساسي في الصلع الوراثي. الاكتيف فورم بتاعت التستوستيرون اللي هو الدي اتش تي في الاماكن اللي مليانه بالفايف الفا ريدكتيز بيزود او بيحفز انتاج السيبم. بما ان السيبم بيتم التحكم بيه عن طريق الهرمونات، فتوقع ان لو في امراض متعلقه بالهرمونات دي سواء في الانتاج او في التصنيع، فتوقع ان هيكون برضه مشكله متعلقه بالسيبم. فاي مشكله في البيتويتري او الغده القذريه، في مشكله في المبيض، في مشكله في الخصيه، ممكن تؤدي الى مشاكل في انتاج الزهم. وبرضه في بعض الادويه بتؤدي الى انخفاض مستويات السيبم زي مثلا الاستروجين اللي موجود في حبوب منع الحمل، الانتي راندروجين المعروفين زي السيبروترون اسيتيت او سبايرونولاكتون اللي بيتم استخدامهم من الستات في مختلف انحاء الامراض زي تجسس المبايض او الصلع الوراثي والى اخره. في برضو دواء الاكني اللي هو ايزوتروتينوين بيقلل انتاج السيبم. وفي المقابل في ادويه ممكن تزود انتاج السيبم زي التستوستيرون لاعبين كمال الاجسام او الناس اللي بتاخد تعويض هرموني في بدايه استخدامه، مشتقات البروجسترون او البروجستنز اللي بيكون فيهم اندروجينيك بروبرتيز او خصائص اندروجينيه زي ميدروكسي بروجسترون وليفو نور جستريل، فينوسايازين وبرضو الكلوروبرومازين بيكون ليهم دور في زياده مستويات السيبم. بالنسبه بقى لدور السيبم في صحه الشعر، فالسيبم بيلعب دور مهم جدا في صحه وشكل الشعر بتاعك. لو في انخفاض في مستويات السيبم فالشعر بتاعك هيبان ان هو هش وضعيف وهيفقد الترطيب بتاعه، وممكن تلاقي ان شكل الشعر بتاعك مش عاجبك نهائي. وفي ناس كتيره لما بتلاقي الموضوع ده فهو ممكن يستخدم برودكتس كتير ويبتدي يستخدم كونديشنرز اكتر عشان يزود مستويات السيبم، وبينتهي بالحال ان السكين بتاعته بتكون حساسه جدا فبيحصل له اريتيشن عنيف. وبرده لو في زياده في انتاج السيبم فده ممكن يعمل اكيوميليشن او يتراكم ان هو يسبب تساقط الشعر، وبرده ممكن ان هو يسبب زي الاكني او حبوب اللي بتكون في السكالب اللي في ناس كتيره بتسالني عليها على الجروب ان هو ظهر له مثلا حاجه شبه الاكني بس في بصيله الشعر ازاي يتعامل معاها. دي واحد من مسبباتها هو زيادة الأكني. طبعا برضو في علاقة ما بين إنتاج الزهم والصلع الوراثي في حاجة اسمها السيبم نيجاتيف فيدباك لوب. فزي ما أنا قلت كده في بداية الفيديو، فالأندروجين اللي هو التستوستيرون وتحويله للصيغه النشطه اللي هي الداي تستوستيرون اللي هو الدي اتش تي، فده ممكن يقول لنا ان الدي اتش تي وال5 الفا ريدكتيز تايب 2 والاندروجين ريسبتور اللي هو مستقبل الاندروجين ذات نفسه ليهم دور في السيبم وفي الصلع الوراثي. وزي ما احنا عارفين المرض مثلا زي الصلع الوراثي بيكون فيه زياده تفعيل مستقبل الاندروجين، فده ممكن يؤدي الى
زياده انتاج السيبم. زياده انتاج السيبم ممكن يؤدي الى زياده استعمار الشعر بالبكتيريا زي البي اكنيز. زياده والبكتيريا دي او زياده استعمار البكتيريا دي ممكن يؤدي الى حدوث انفلاميشن. الانفلاميشن ممكن تؤدي الى زياده الاندروجين ريسبونس، سواء بزياده الاندروجين ريسبتور او بزياده ال5 الفا ريدكتيز، وده يزود السيبم وده يزود الصلع الوراثي وده وهكذا. فتلاقي ان عدم التحكم في السيبم او عدم التحكم في الصلع الوراثي تحس ان هو في فيشس سايكل. فعشان كده لو انت عندك مشكله في التعامل مع السيبم فانت لازم تتعامل معاه في اسرع وقت ممكن. طب بالنسبه بقى لاستخدام اي توبيكال لعلاج الصلع الوراثي وانت عندك اصلا مشكله في الزهم، هل ده مثلا هيمحي التاثير بتاعه؟ لا، مش هيمحي التاثير بتاعه ولا حاجه. يعني انت مثلا نفترض بتستخدم مينوكسيديل وعندك مثلا مشكله في الزهم، هل ده مثلا هيلغي تاثير المونوكسيديل؟ لا، لان في الكومبوزيشن بتاع المونوكسيديل او في تركيب المونوكسيديل بيكون في مواد بتعمل سيبم بنتريشن وبتخترق السيبم. لو انت عندك مشكله في السيبم فده هيقلل الافكتفنس، مش هيمنعه تماما. يعني انت برضه هيظل في استجابه للمونوكسيديل، بس هتكون الاستجابه اقل من شخص مثلا مستويات السيبم عنده متظبطه. طب هل مثلا حاجه زي المونوكسيديل ممكن تسبب زياده انتاج السيبم؟ في الحقيقه لا. كان في دراسه بتبص على الموضوع ده في استخدام المينوكسيديل، ما لقاش ان في زياده في مستويات السيبم او في اي تعديل في الاكتيفيتي بتاعت السبيشال جلاندز او الغدد الدهنيه. ازاي بقى نواجه السيبم او ازاي نتعامل مع الزهم اللي موجود في فروه الراس؟ طبعا اول حاجه واهم حاجه اللي ناس كتير هتهملها، وفي دكاتره كتير تنصح الموضوع ده، وهو الاكل بتاعك. الاكل بيلعب دور كبير جدا في كميه السيبم اللي انت بتنتجها. يعني مثلا لو انت الاكل بتاعك عباره عن دهون كتير وسكريات ومفيش ولا فواكه ولا خضار ولا مضادات اكسده، فده ممكن يزود الاكتيفيتي او يزود نشاط السبيشيس جلاند، اللي هيزود انتاج السيبم، اللي هيخلي شكل الشعر بتاعك وحش، واللي ممكن حتى يوصلك لامراض متعلقه بالسبيشيس جلاند. فانك تقلل مثلا الدهون اللي موجوده في الدايت بتاعك او السكريات، وتزود الاكل اللي مليان فيه مضادات اكسده، فيتامين اي، فيتامين د، كل الحاجات دي بتلعب دور في تنظيم مستويات السيبم. حتى في مثلا تجارب للناس بيقول لك ان هو ظبط الدايت بتاعه بان هو مثلا شال الدهون وبطل ياكل من بره وبدا ياكل اكل صحي. وحتى ما بيكونوش شالوه تماما، هم قللوه بس بقى بياكل اكل صحي، فتلاقي ان هو شعره بقى كويس من غير اي برودكتس ولا اي حاجه. فالموضوع ده في ناس كتير بتهمله وبيلعب دور كبير جدا. تاني حاجه هو اللايف ستايل بتاعك. طبعا في ناس كتيره مثلا بيروح الجيم، بيتمرن، بيخرج كتير، وتلاقي مثلا عنده اعتقاد ان هو ما يستخدمش شامبو. طبعا انت في حالتك دي بتراكم الاتربه وتراكم السيبم وان انت رحت اتمرنت وعرقت، فلا انت محتاج تستخدم الشامبو حتى لو تستخدمه بصوره يوميه. ما تسمعش كلام الناس اللي يقول لك لازم كل الناس ما تستخدمش شامبو الا مرتين في الاسبوع، لان دي قاعده زي ما تقول كده صلصاله قوي. لو انت مثلا شخص ما بيتحركش كتير، قاعد في المكتب، اصلا السيبم ما بيلحقش يتراكم، مفيش تراب كتير، فماشي ممكن ما تستخدمش الشامبو كتير، لان هو بيكون بينزع كل الزيوت اللي موجوده في فروه الراس. وده يودينا على طول لثالث نقطه، وهي الشامبو اللي انت بتستخدمه بصوره يوميه. لو انت مثلا عندك سيبم او عندك زياده في انتاج السيبم، فانت لما تستخدم شامبو كتير ده مش هيحل المشكله. انت كل اللي انت بتعمله ان انت بتخلي فروه راسك تكون جافه اكتر، وبعد فتره بيحصل اشارات بتخلي ان زياده انتاج السيبم يزداد، لانك شلت الناتشرال اويلز وكل حاجه موجوده، فتلاقي ان جسمك بينتج سيبم اكتر، فتلاقي ان انت دخلت نفسك في فيشس سايكل انك بتستخدم شامبو اكتر، وبعدها السيبم يزداد فتستخدم شامبو اكتر. لو انت بتستخدم شامبو فاستخدمه باعتدال، مره واحده مثلا في اليوم كاقصى حاجه. لو انت شخص رياضي وحركتك عاليه زي مثلا انا بستخدم الشامبو مره في اليوم، واستخدم نوع مثلا ما يكونش هارش قوي، يعني ما يكونش تقيل. طبعا مش بالضروره ان هو يكون منخفض او منعدم السلفيت، يعني كل ده يعني الناس اللي يقول لك الشامبو السلفيت ده مدمر للشعر، في الحقيقه لا، في ناس معينه السلفيت يعتبر كويس ليها. وهبقى اعمل فيديو عن الفروق بين الشامبوهات وحقيقه المواد الفعاله اللي موجوده في كل واحد فيهم. بس كقاعده عامه لو انت عايز تتعامل مع السيبم بتاعك فممكن تستخدم حاجه زي هيدن شولدر. لو انت مثلا عندك سيبيرويك درماتيتس فممكن تستخدم حاجه زي نوزرول او الشامبو اللي الدكتور بتاعك هيكتبه لك. انما بقى لو انت من الاشخاص اللي مؤمنين بحمله النوبو او اللي هي عدم استخدام الشامبو تماما، فهي بصراحه ما تنفعش للكل. يعني في ناس لو منعت الشامبو تماما فشعرها هيبقى عباره عن ديزاستر، هيبقى مقرف جدا، والسيبم هيقعد ياكل في فروه راسه وهيعمل له مشاكل كتيره. لو انت شخص اصلا كان عندك انتاج السيبم طبيعي بس انت كنت بتستخدم الشامبو بعشوائيه،
فانت مثلا منعت الشامبو، فهتلاقي ان انتاج السيبم بتاعك طبيعي جدا، مفيش مشكله. فممكن ان انت ما تستخدمش الشامبوهات دي، حاجه كويسه ليك. انما ما ينفعش ان انت تعممها للكل. يعني في ناس كتيره لو ما استخدمتش شامبو فشعرها يكون عباره عن ديزاستر. بس حتى لو انت بقى من الاشخاص اللي مش مؤمنين بالشامبو وعايز تروح مثلا لطريقه طبيعه، ففي فعلا حلول من الطبيعه ممكن تتعامل او تنظم انتاج السيبم. واحد منهم مثلا زي العسل، ان انت مثلا بتدمجه بميه سخنه وبعدها بتحطه على فروه الراس. العسل ليه خصائص مضاده للالتهاب، مضاده للبكتيريا، مضاده للاكسده. وفي دراسات بتدعم كفاءه استخدام العسل لتنظيم مستويات السيبم. برضو غير العسل في حاجة اسمها تي تري اويل، ده برضو فعال جدا بسبب خصائصه كمضاد أكسدة ومضاد التهاب، وبينظم إنتاج السيبم بصورة عالية جدا. في برضو حاجة أنا ذات نفسي بستخدمها لو السيبم كان مبهدلني على الآخر، لأن أنا كان في فترة في حياتي ما كانش عندي علم كافي وما بعرفش أتعامل مع شعري. وهو ملح البحر. ملح البحر، ايوه. ما تستغربش مين فينا مثلا ما راحش المصيف، وبعد ما راح المصيف وقعد شويه كده لقى ان وشه شال منه الحبوب وشعره بقى كويس، ما عادش فيه قشره ولا سيبم ولا اي حاجه. طبعا في ناس كتير يقول لك لا، ده عشان انت مثلا خلاص التوتر راح، او انت خلاص بتريح، او عشان انت مبسوط. وفي الحقيقه ميه البحر ذات نفسها ممكن يكون ليها دور في تنظيم مستويات السيبم. في ناس كتيره بتعمل السبراي الخاص بيها، بان هو يجيب السي سالت، وخاصه النوع الفاين، بلاش النوع اللي هو الخشن. وبيحطه في ازازه وبيحط عليه ميه وبيستخدمه كسبراي للشعر. ده بيدي شعرك فوليوم او كثافه، وبرضه بينظم انتاج السيبم وبيشيل القشره. فلو انت عايز تجرب حاجه زي دي فانا انصحك بيها وبشده، لان الموضوع ده بينفع معايا شخصيا. وبرضه في حاجات تانية مثبت فعاليتها زي زيت الروزماري بسبب خصائصه كمضاد للالتهاب ومضاد للفطريات وبرضه كمضاد اكسده. زيت الروزماري ممكن يكون جيد في تنظيم مستويات السيبم، فلو انت عايز تضيفه في الروتين بتاعك بسبب الهدف ده فضيفه فيه. طبعا لو انت بقى عندك مشاكل تانية زي عندك حب شباب سيفير، يعني عندك حبوب شباب بسرعه عاليه، عندك مثلا مشكله في الجلد ذات نفسه، صدفيه، اكزيما، ايا يكن المشكله، فيفضل الاول انك تزور الطبيب بتاعك وهو يشخصك وبعدها يصمم لك خطه علاجيه مناسبه لحالتك. ولو انت شخص بتعاني من مشكله مثلا في شكل الشعر، او شكل شعرك مش عاجبك، مشكله مثلا في الصلع الوراثي، عندك قشره، فيفضل ان انت تحاول تتعامل كويس جدا مع مشكله الزهم، لانه هيعود عليك بالايجاب في شكل شعرك او الهير تكستشر بتاعتك، في صحه شعرك، وبرضه في رحلتك لعلاج الصلع الوراثي. لو انت تستخدم توبيكال فده هيخليك انك تمتص الماده الفعاله بصوره كويسه. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابب استشاره او متابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه.